الحب. ولما هنا بقول الحب كلمة كبيرة وكلمة فضفاضة وكلمة لها معاني كتيرة. انتوا عارفين الأول قبل ما أقول الحب أنا بقول إيه عن الحب؟ الحب لما أشوف لمعة عين ابني بحب ليه وحبه ليا، وأشوف لمعته كده في عينه، هو ده الحب. الحب ده لما أجي مثلا قدام أمي وأبص فيها، أبص في عينيها وأبص في عينين أبويا رحمه الله، أو من أحب أبص فيه لمعة للعين. الحب ده يا جماعة ما بالشراش ولا بالباع، الحب ده بتحس. الحب ده مقام كبير قوي، ومفروض في حلقات كتيرة إن شاء الله بعد رمضان هنتكلم فيها. قبل ما أدخل على حب الأطفال اللي أنا هتكلم عليه وأهمية الحب عند الأطفال في تربية النشء، هقول لك بس مثال بسيط كده وهنبني عليه بقية حلقتنا. أنت تعرف إزاي إن الواحد ممكن يحبك أو ما يحبكش؟ دي بداية يعني. اسأل أي واحد كده قول له بتحبه، يعني ابنك أو أختك أو أمك، وبص في عينيه قوي وأنت بتقول له السؤال ده. قول له لو أنا عيني راحت مني فقدتها لأي سبب من الأسباب، هل أنت يا بابا أو يا ماما أو يا أختي أو يا صديق أو يا عزيز أو يا زوجتي، هل ممكن تديني القرنية بتاعتك أشوف بيها؟ أو تديني عينك أشوف بيها؟ السؤال ده رده في لحظات كده أو في أقل من فيمتو ثانية، بتشوف اللمعة في العين، تقول لك وهي بتبرق كده عيني لك. طيب الحب ده جاي منين يا جماعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فقد إحدى حبيبتيه دخل الجنة. يعني ايه حبيبة يا جماعة؟ هي العين. والعين هي أغلى حاجة في الإنسان، في حواس الإنسان، لأن هي اللي بيشوف بيها الحياة، وهي بيها اللي بيتعلم، وهي اللي بيها بيمارس عبادات ربنا سبحانه وتعالى، وهي بها الحياة كلها. فالعين أغلى شيء. فإذا أردت أن ترى الحب في عين غيرك فانظر إليه بنظرة حب، وستجد ما يسعدك بإذن الله. كان في أجيالنا القديمة بنقول لعيالنا، يبقى لو عندي ولد بقول الولد ده اللي هيتجوز بنت عمته ولا بنت خالته وخلاص، واكلم اختي واكلم جارتي وكلام من دوت، وخلاص احنا خدنا احمد لفلانه وفلان لاحمد، ويفضل الولد مرتبط عاطفيا بالبنت. وانت كده يا اب ويا ام حملت ابنك مسؤوليه هو مش قدها. مش هو ده يا جماعه الحب عند الاطفال، ولا هي دي زرع القيم، لان احنا جيل اتبهدل بسبب التربيه الخاطئه. بمعنى ممكن الواحد مننا مثلا كان عنده رغبات وهو صغير، شاف مثلا يعني شاف واحدة وأعجب بيها، ورغم إن هو كان حب صامت لا يتكلم. وكمان استحى، كنا بنستحي جيلنا والجيل اللي قبله واللي قبله، كنا بنستحي إن احنا نقول إيه ده أنا معجب بفلانة، لأنه خايف من العقاب اللي ممكن يقع عليك من أبوك أو من الجيران أو من الشخصة أو الواحدة اللي هو بص لها. فبالتالي بيفضل عنده كبت طول حياته. تخيل بقى واحد عنده شغف وعنده مشاعر وعنده أحاسيس وعنده كبت جواه وعاوز يطلعه، مش عارف يطلعه بسبب، سامحوني، جهل الآباء والأمهات. جهلهم بإيه؟ جهلهم بالمسألة دي، مش إن هم ناس جهلة، لا، جهلهم بالمسألة دي. المسألة اللي هي أنت إزاي تعرفي إن ابنك عنده مشاعر وتعرفي تطلعيها، وإزاي ابنك ما يكون عنده عاطفة معينة وتقدري تحتويه، تقدري تعملوا البالانس، التوازن ما بين العاطفة والحاجة اللي هو عايزها. طيب جيلنا اتدمر كله أو معظمه، ولو كل واحد سمعني من جيلنا والجيل اللي قبلنا هيلاقي في عنده تركايه كده. التركايه دي ايه؟ زي اللي بيقولوا ايه، حب وما طلش. وعلى فكره بنسبه مثلا هنقول 90 او 95% محدش حب حد او ارتبط بيه عاطفيا او معنويا او اي حاجه في حياته في فتره الصغر وارتبط بقى في الاخر، لانه ب- دايما في الوقت ده بيبص الطفل ما يبصش لاصغر منه، لانه عنده حته العدوانيه كده او حته الكبر كده، ان انا دايما انا بكبر، ان انا ازاي انا هبص على واحده صغيره، دايما بيختار في سنه دايما، وده الغالب يعني.
فبالتالي إن البنت بتكبر وهو بيكبر، والبنت طبعًا يعني بتسبق الولد في العمر بسبب يعني جيناتها الوراثية وكأنها كأنثى يعني لها وضع معين في نظام النمو، فدايمًا بتتجوز بدري، ممكن يسافر، ممكن كذا، وما يحصلش نصيب، وكل واحد يروح لحاله ويفضل معلق قلبه بيها لغاية ما يموت. ليه بقى يا جماعة؟ لأن ده هو حب غلط، ده اسمه حب الروح، هو حب فيها الروح، ما حبش فيها بقى لأن كانت هي صغيرة، ما حبش فيها ولا الbody language ولا التعليم ولا الattitude ولا حب فيها إنها تكون إيه، ولا هي دكتورة ولا مهندسة ولا ما حبش فيها الكلام ده كله، حب فيها العاطفة والحس فقط لا غير، وفضل في قلبه لغاية ما يتوفاه الله. ده لو كان مخلص أو كان يعرف هو بيحب. مش ده يا جماعة الحب اللي أنا باتكلم فيه، الحب ده هنتكلم فيه بعد رمضان وباكررها. حب الأطفال بقى يا جماعة كده باختصار، إزاي أنت تحب طفلك وتخلي طفلك يحبك. أول حاجة الحب ده بيجي من الحياة اليومية، الحب اليومي، أنت بتصحى من النوم فين الأولاد، فين أحمد، فين حازم، فين الشباب، ييجوا متعود عيالك إن هم حتى لو أنت نايم ييجوا يبوسوك، ييجوا يحضنوك، هم قبل ما يطلعوا من المدرسة، قبل ما يروحوا المدرسة، عايز حاجة يا بابا، عاوز حاجة يا أبي، ويبوسوك، ده اسمه الحب يا جماعة. بعد كده لو أنت عاوز يعني تعرف يعني لو أنت عايز تعرف تعلم ابنك كمان كلمة الحب ومفهوم الحب، علموا له مثلًا الطفل الصغير بالألوان، زي إحنا لمّا نيجي نبعت مسج كده بنقوم حاطين مثلًا قلب أحمر، ده بيدل على الحب والحب الحقيقي مثلًا، أو القلب الأزرق بيدل على الثقة وبيدل على الدعم، يبقى وابنك عارف الكلام ده لمّا يكون أنت بتتكلم معاه حتى لو على الشات وبعت له قلب أزرق، عرفت إن أنا معاك، اتطمن، ثقة، دعم، حب أحمر لأ، اللي هو بابتسم فيه. حاجات بسيطة يا جماعة، تريكات بسيطة بتفرق جدًا مع الطفل. وأهم حاجة أنا عاوز أقولها، أنت إزاي تحبب ابنك إن هو يحب الله ورسوله ويحب الطاعة ويحب الناس ويحب المجتمع ويحب الحياة. هاقول لك مثال بسيط، ليّا إحدى الأقارب عايش في أمريكا طول عمره، ولاده معاهم الجنسية الأمريكية ربنا يحفظهم، فرباهم تربية معينة وحببهم في كل حاجة رغم إن هم متربيين في أمريكا مع التزامهم الديني والأخلاقي والأولاد دول يعني مش عايز أقول إن هم ما شاء الله تبارك الرحمن حافظين القرآن، ولكن أبوهم خدت منه نصيحة وقلت له إيه يعني عظني في يوم من الأيام إزاي أنا لسه مولود لي طفل جديد عاوز أربيه. قال لي حط قدام ابنك الصح والغلط، الحلال والحرام، عشان ما يبقاش عنده فضول يطلع الشارع يشوف الحرام أو يشوف العيب أو يشوف الغلط ويعمله من وراك وأنت لا تدري، فلازم تحط قدامه الصح وتحط قدامه الغلط وتحببه إن هو يروح المسجد، وده خير صحبة المسجد، فيها الحب وفيها العطاء وفيها الأمان وفيها السكينة وفيها كل حاجة لو أنت عاوز ابنك يكون له شأن عظيم في الدنيا وفي الآخرة، لأن إحنا اتربينا في المساجد رغم تقصيرنا، لكن ربنا في المساجد كان أهلنا تشد يعني لو ما كانش في حد فينا كان صلى بس يعني ساب فرض كان يعاقب عليه بأي عقاب بقى، هو ده اللي يمكن نفعنا دلوقتي. فأنا من واجبي كراجل كأب إن أنا بنصح الآباء يعلموا عيالهم، يحببوهم في كل حاجة جميلة، إن الله جميل يحب الجمال، حببه في أي حاجة هو عاوزها بس بالطريقة الصحيحة. لو ابنك قال لك أنا عاوز أطلع ممثل مثلا، ممثل إيه يا عم مش عارف إيه، قول له تعالى ما إحنا ممكن يطلع ممثل بس يكون له دور حقيقي إن هو يأدي من خلاله حاجة تنفع بيها نفسه والمجتمع. اوعوا تحقروا من أي حلم من أحلام عيالكم، حبوا كل حلم من أحلام أولادكم، حبوها ونموها وهتلاقوها. الطفل في الزمن الذكاء الاصطناعي دلوقتي وزمن السوشيال ميديا على فكرة مقفل الدنيا، مقفلها بطريقته، يعني ما تقعدش تحور عليه، انت اي سؤال هيخبطه على الذكاء الاصطناعي هيجيب له اساسه، هيجيب له السورس بتاعه. فاحنا مش عاوزين نضحك على بعض، التعامل مع الاولاد وحب الاولاد هو سبب اساسي لنجاح الاولاد وتوفيقهم في الحياة.
وما تنسوش أهم حاجة، لازم تعرفوا عيالكم أو تعلموهم يحبوا بعض، يحبوا عمامهم وإخوالهم وعماتهم وكل ذي رحم والجيران والأصدقاء. ولو حتى ولو حتى أي حد أنت ما بتحبوش كأب أو أم، حاولي ما توصليش لابنك أو لبنتك إن أنت فيكي جزء من أو أنت كرهاه، لأن بالتالي إن الولد أصلا أو البنت هيكتسب منك شعور أو هيكتسب منك سلوك الكراهية اللي أنت ما تعرفوش، واللي أنت ما تعرفوش هيكتسب منك سلوك الكراهية. لما يجي مثلا سيرة خالتك أو عمك أو أي حد من الجيران أو أي حد من دائرة المعارف والولد يعرفه مثلا، وانت مثلا جه سيرته، ده ابن فلان وده كذا وكذا وكذا وكذا، تفتكر ان الولد هيعمل ايه؟ هيخزن الكلام في دماغه، ولما يجي سيرة الاخ دوت هيشتمه ويبقى ابنك سباب ولعان وفحاش، وده نهى النبي عليه الصلاة والسلام في الاصل فيه. فاذا انت اللي علمت ابنك، انت اللي ربيته، انت اللي كنت سبب في ان هو يطلع لفظ كده، انت سبب في كل حاجة في ابنك، انت اللي هتسأل عنه، انت تسأل عن تربيته. انا بشوف وشوش اطفال في الشارع وفي المدارس في اي اجتماعات، ابص لوش الطفل كده اعرف ابص الطفل ده عدواني، الطفل ده متربي كويس، الطفل ده خجول، الطفل ده ليه؟ هي خبرة بقى، يعني خبرة مع دراسة مع علم، يعني فراسة. فأنا بيصعب عليا كتير النشء اللي طالع ده دلوقتي، نشء مظلوم. اتقوا الله، اتقوا الله في أولادكم وفي النشء الجديد. فرصة رمضان فرصة ذهبية من الدرجة الأولى، من المقام الأول، وبنادى عليكم وأقول لكم يا أهل الصلاة، يا أهل القرآن، يا أهل رمضان، يا أهل التراويح، يا أهل كل شيء طيب، هذا شهر الخير ليكم ولعيالكم والمسلمين أجمعين. عليهم إزاي يحبوا الشهر الكريم ده، احكي لهم عن تفاصيل الشهر، احكي لهم عن المواقف اللي في السنة وفي الأثر، والمواقف العائلية والتجمعات العائلية، وكنا زمان بنجيب كذا واخواتي بيجوا بنتلم حوالين الطبلية أو السفرة أو على الأرض وهذا لا يعيب أحد، وكنا نضحك ضحكة صافية ونحب بعض ونشوف في عيون بعض الحب ونشوف لمعة الحب في عينينا لبعض. ولما حد يجي من الجيران مع الألفة والمواساة، وخد الطبق ده وديه لجارك يا ابني، بتعلم ابنك وقتها ان ازاي يحب الجار. وطبعا النبي عليه الصلاه والسلام يعني اوصانا ان الواحد فينا يا جماعه لو طبخ طبخه معينه وجاره شمها، واجب حتى يروح يوديله طبق منه. هذا يعني مش هنقول بقى نقول يطوق العنق، بل يعطي يعني ألفة وحب للطفل. تخيل الطفل شايل الطبق كده في رمضان ورايح لجاره يقول له اتفضل يا عمو، كل سنه وانت طيب، تقبل الله طاعتكم، وخلي بالك ده كمان بتاخد انت حسنات انت وابنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. علم ابنك كل يوم يروح المسجد يحط التمر ويأكل الناس، حببهم في الدين، حببهم في الناس، حببهم في الحياة، حببهم صح. أهم حاجة حببهم صح، مش ويلا وخلاص، أو أنت بتقلد الناس أو روح اعمل زي فلان. اعرف إن كل حاجة أنت بتعملها لها أصل. زي لما تكون أنت ماشي في الشارع وجي طوبة قدامك أو طابوج أو بومشي أو أي ما بتسموها، وأنت شلت الطوبة دي حطيتها جنب الحيط مثلا، إن هي عشان الناس ما تعطرش فيها. لو ابنك ماشي معاك علمه ان اماطه الاذى عن الطريق صدقه. انت كده يا ابني شلت الطوبه بدل ما شلتها وزيك زي الناس، لا شلتها بنيه ان انت اماطه الاذى عن الطريق صدقه، فخدت اجر ان انت علمت ابنك، وابنك خد اجر ما حييت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يرتقي في الجنة ويقول أن لي هذا، يقول باستغفار ولدك لك. تكون أنت في الجنة اهوت وعمال ترتقي في الجنة بسبب تربيتك الصالحة، حبك لعيالك، حبك لنفسك، حبك للمجتمع، حبك للإسلام والمسلمين وغير المسلمين الذي أوصانا الله تبارك وتعالى وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بهم في بلدنا هذه وفي كل البلدان، عجم وعرب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر حاجة أحب أختم بيها أقول لكم: الحب متاح للجميع،
الحب لكل الناس، الحب لله ورسوله، الحب للإسلام والمسلمين، الحب لغير المسلمين، وعلموهم حب الطبيعة اللي هو حب الأشجار أحسن من وشوش البني آدمين اللي مليانة غل وحسد وحقد وكراهية وسحر. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بناتنا وأولادنا، وأن يحفظكم بحفظه ويكلأكم برعايته. وأخيرا الحب للجميع. تحياتي أنا وحياتي.